محتاره تاكلي ايه بكره؟ يلا بينا على المطبخ وانا اقول لك. في البدايه ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لنا لايك وفولو، ولو انتوا على اليوتيوب اشتركوا في القناه. هنعملهم النهارده طاجن مكرونه بالسجق. اهم حاجه في طاجن المكرونه انك تحمري السجق الاول لوحده على نار متوسطه من غير زيت كتير، لان السجق بينزل دهونه بنفسه. بعد ما تشيلي السجق استغلي نفس الطاسه ونفس النكهه وانزلي بالبصل والفلفل فيها على النار متوسطه علشان البصل يكرمل بهدوء وما يتحرقش. الصلصه هي روح الطاجن، ما تستعجليش، سيبيها تتسبك على الهادي لحد ما القوام يتقل، لان المكرونه هتنزل فيها بعد كده، ولو الصلصه خفيفه هتشربها والمكرونه هتعجن. الله، شايفين الجمال؟ خلي بالك المكرونه لازم تبقى نص سوا، لان باقي التسويه هتكمل جوه الطاجن، وسيبيبه لحد ما الوش ياخد لون ذهبي. كان نفسي تكوني معايا في المطبخ وتشمي الريحه. ما تنسيش تشيري الفيديو يا ست الكل، خلي الكل يستفيد، واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. وهنعمليهم شويه سلطه الطحينه. اهم حاجه تنزلي بالميه تدريجي مع التقليب المستمر، هتلاقيها الاول بتتقل وبعدها تفك وتبقى كريميه معاكي. بعد ما القوام يظبط معاكي، هنا بقى السر: عصره ليمونه مع رشه الشطه والكمون وسن الثوم، ولو حبيتي نقطه خل خفيفه. الحاجات دي بتخلي طعم الطحينه في حته ثانيه. ويلا تعالوا اتفضلوا معانا. وعاوزه افكرك، لو محتاره تاكلي ايه بكره تابعينا، وكل يوم هنزل لكم فكره اكله جديده. ما تنسوش تصلوا على النبي. سلام عليكم.